هترشح نفسك للرئاسة؟ نعم أم لا؟ أنا أعلنت من بعد نتيجة الاستفتاء، نتيجة الانتخابات اللي فاتت، أنني أتمنى وما زلت أتمنى يكون مرشح الرئاسة القادم اللي هو كان المفروض يبقى بعد 4 سنين، أو لو أننا نجحنا بإخراج الرئيس مرسي أو الذي من الحكم عبر الصندوق برضك، أن يكون من شباب مصر الخمسيني، وهذه ما زالت أمنيتي التي أسعى إليها حتى الآن. أما أن أنا ما زلت وقلت أنني لن أرشح نفسي، لكن الآن هناك حزب وأنا عضو فيه، فإن المسألة متروكة لمؤسسات الحزب يقررها أو لا. لكن لا أخفي وأنا صادق فيما أقول واضح أنني لست حريصا ولا ساعيا لحمل هذه المسؤولية إلا إذا ضميري في أي وقت من الأوقات، وده لم يحدث حتى الآن، وجدت أن هناك أسباب تدفعني لأن أخوض المكروه، لأن لا أحد يسعى للمسؤولية. لما يكون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بيتدافعوا لإمامة الناس في الصلاة، يعني بيعتبر ان مجرد ان يصلي فرض بالناس دي مسؤولية، فيقدم ابو بكر عمر وعمر يقدم ابو بكر. مش عارف ليه قلبي، فما بالك، مش عارف ليه قلبي يحدثني فما بالك ان الفريق السيسي هيرشح نفسه وحضرتك هتكون مرشح الصوت الاسلامي اللي قدامه. مش عارف ليه. اولا حضرتك، انا قلت زي ما حضرتك سألت وانا قلت ده عدة مرات، انا ضد ان اقوم بعمل سياسي تحت اسم تيار اسلام سياسي. طيب. عشان كده احنا اعلنا من اول وقت مع اعتزازنا جدا بانتمائنا الاسلامي وانتمائنا الحضاره الاسلاميه التي هي ملك المسلمين والمسيحيين، ونحن جزء من هذا التيار، تيار الحضاره الاسلاميه الذي اوشع. وانا ضد حتى تسميه الاسلام اسلام سياسي، لان ده مش تسميه غلط، وكاننا بندفعهم دفعا ان يا جماعه يا بتوع الدعوه والتربيه اتفضلوا تعالوا اشتغلوا في العمل الحزبي.